السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للي ما يعرفنيش، أنا اسمي عمر الجوهري وأنا مش صانع محتوى خالص. أنا جاي أقول كلمتين وبس. أنا جاي النهاردة أكلمك عن الفضول. دايما الفضول هي بتبقى الحلقة الوصل الكاملة اللي بتخليك عايز أعمل الشيء ده. يعني مثلا الفضول ده هو اللي خلاك تشرب سجاير، والفضول برضه هو اللي خلاك تكلم بنات. طيب الفضول النهاردة يا صاحبي هو اللي خلاك تعمل حاجة جديدة، وهو القمار الرقمي. كلنا عرفنا القصص اللي داير اليومين دول عن الناس اللي خرب بيتها بسبب حاجتين: القمار الرقمي يا اما القروض. الموضوع بيجي ازاي؟ القمار ده يا صاحبي بيكون عن طريق مثلا ابلكيشن وان اكسبكت. واحد زي منتصر وهو بيحكي صعب عليك الموضوع، بس هو بيتكلم في البدايه قال لك انا كسبت 300,000 و400,000 و400,000 شوقوك. طب ما ادخل يا عم، انا عندي على فودافون كاش 50 جنيه. ايه يعني 50 جنيه؟ لقيت ان في مراهنه عن مثلا ماتش ليفربول وتشيلسي. ايه ده؟ ليفربول، ابو صلاح فخر العرب. طب ابو صلاح ده ممكن يجيب جول. طب انا هراهن ليفربول هيكسب، وراهنت على 50 جنيه. هوب ال 50 جنيه بقت 500 جنيه. ايه ده؟ الجمدان ده انا كده ادخلها. في الاخر يا صاحبي الفضول ده هو اللي بيوديك لخراب البيوت. الراجل يا عيني بعد ما كان في قريته المتواضعه راجل مهندس قد الدنيا، لحد ما وصل مرحله ان هو يكون بواب. ومش بس كده، ده دخل مصح. ومش بس كده، ده لموا له تبرعات كمان. وان اكسبكت يا صاحبي ممكن كمان تراهن عن طريق زي ما قلت لك ماتشات. يعني لو ماتش ممكن ابنك يراهن عن طريق اوت او اوف سايد، وممكن يكسب كتير قوي. غير طبعا الاحداث اللي دايره ان في لعبه زي الطياره بتروح شاحن من فودافون كاش، هوب خلاص راهنت. في النهايه بتجيلك فلوس، وفي النهايه بتمسك فلوس. طب وبعدين فربي وابنك او بنتك او اخوك ممكن يسرقك. وخليك عارف ان هو كده الاحداث دي جايه بسرعه. اللي عنده فضول هو اللي يكمل معايا. انت ابعد دايما عن الفضول دايما ما بيجيلكش غير وانت معاك فلوس. انت طول ما انت معاك فلوس لازم تحافظ، لكن هتدخل في مرحله الفضول كل اللي انت بتعمله او اللي اتعمل لك هيروح. ابنك لو شافك بتصلي هيصلي زيك، لو انت مش بتصلي ابنك مش هيصلي. فانت دايما هتبقى مرايه لاولادك. استنونا عشان خاطر هتشوفوا حاجات كتير الفتره الجايه جامده جدا. وبقول لكم ايه، انا عايز بس لايك. باي.